وحشتوني جدا جدا. تعالوا نعمل النهارده انبوكسنج لاكبر اوردر عملته من شي ان. بجد الاوردر ده كان اكبر اوردر فعلا، كان كبير جدا لان كنت مسافره وكنت جايبه حاجات ليا انا والبنات وكمان حاجات هدايا يعني. فبصراحه كان الاوردر كبير ودفعت بقى مبلغ وقدره يعني. تعالوا كده نفتح. اول حاجه معانا الشنطه دي كنت جايباها عشان البحر، وبجد طلعت خطيرة وكمان حجمها حلو قوي. كنت حاطه فيها حاجات كتير وجميله جدا، لونها احلى كمان من الصور. هي مش باينه قوي عشان خلفيه الكرتونه دي، لكن بجد كان لونها خطير جدا. هنا كفرات للموبايل ليا وللبنات، وعايزه اقول لكم ان لسه في تحت تاني، احنا يعني مدمنين. وده محفظه كده صغيره كانت ديما طلباها، برضو كانت عجباها جدا جدا. دي بقى الكفر اللي هو للكاميرا بتاعة الايفون، عشان طبعا بخاف عليها لانها ممكن تتكسر. دي اكتر حاجة ممكن تعطلني ان كاميرا الايفون تتكسر. ودي كمان ضوافر البنات طلبوها، ودي ستيكرز عشان البهارات مكتوب عليها اسماء البهارات والحاجات دي. وبرده ده كفر للتليفون. عندكم بقى الفستان ده بجد طلع خطير، كنت جايباه دي البنوته وطلع بجد رهيب في اللبس، يعني حلو جدا من فوق كده. الاسود ده ستريتش شويه ونازل كده من تحت منفوش شويه، فكان تحفه جدا. وخامته خريفي، مش صيفي ومش شتوي. بقى للشابوت تحفه اللي فظيعه. اللي انا جبتها دي بجد جبتها برضو للبحر، كانت حكايه بجد. لبستها كذا مره وكانت جميله جدا، نفعت معايا مثلا لما رحت الاهرامات لبستها، وكمان لما رحت البحر لبستها كذا مره. الصوره دي كنت لابساها واحنا على البسين، وهنا لما كنا في الاهرامات كنت لابساها على طقم كاجوال وكانت تحفه جدا. ودي بقى سلاسل للنضارات كانت بجد خطيره، انا جبت منها كذا واحده واديت منها كتير هدايا، كانت رهيبه وكانت فكره بره الصندوق كده وحاجه حلوه ولذيذه. وجبت المايو ده برضو هديه لحد وكان تحفه جدا جدا، خامته رهيبه يا جماعه. ولسه كمان في 3 مايوهات تانيين بجد طلعوا كلهم خرافه، ابهروني بجد في المايوهات. يعني انا ما كنتش متخيله الخامات هتبقى حلوه كده. وان شاء الله هحط لكم كل لينكات الحاجات دي في الكومنتات باذن الله. تعالوا بقى شوفوا القمر دي. بجد الشنطة دي جميلة لأبعد الحدود، هي صغيرة بس بجد بجد جميلة جدا. الدراع بتاعها لذيذ قوي وكيوت كده، وحسيتها انها بجد جميلة جدا جدا، عجبتني قوي. ولسه في شنط تانية جاية كتير، خليكوا كده معايا للآخر، في عظمة بجد. كمان الشنطة بجد مش من بره بس حلوة، لا كمان من جوه الخامة بتاعتها حلوة قوي. وده كمان كفر ايفون. معلش يا جماعة احنا يعني تقريبا عندنا ادمان الموضوع. كمان جابوا المعاصم دي البنات اللي طلبوها، بصراحة انا ما كنتش اخده بالي ان هي موجودة على شي ان. اتلاقيتهم بجد خامتهم تحفة 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 تحفة. بصوا كمان فيهم الحركة دي ان انت تدخلي صباعك كده وبيبقى حلو قوي. وطبعا لو في حاجة 3/4 عندك بتداري الايدين تماما. عندك كمان دول اشكال من السلاسل بتاعة النضارات اللي قلت لكم عليها في الاول. بجد الشكل ده كان رقيق قوي وحلو جدا، وجبت منها برضو كذا شكل. وده حامل للموبايل عشان العربية. وده بقى تي شيرت كده نور طلبته مني، وديما طبعا جابت منه واحد لان هما لازم في اطقم كده بيجيبوا منها 2 كل حاجة يعني. المهم ان انا جبته لها على الشميز ده برضو من اختيارها هي، وكان بصراحة مش صيفي قوي ومش شتوي قوي. هي جابته وهي معجبة بيه، انا حسيته ان هو ينفع للخريف اكتر، بس هي لبسته في الصيف ولا همها. ودي صورتهم وهم لابسين نفس الطقم. ودي صورة نور كان اخر يوم للامتحان بتاعها، وكانت مبسوطة جدا وهي لابساه. وده ليجن ابيض علشان يتلبس مثلا تحت جيبة بيضة مثلا، او مثلا ممكن تلبسيه برضو في البيت. طلع خامته خطيرة. وكمان حاولنا نجيب بيجامات بكم عشان ما نبقاش متأيدين ان احنا نلبس اسدال او كده، فكنا بنجيب انا والبنات برضو بيجامات بكم علشان تساعدنا ان احنا نبقى بنتحرك بسهولة. وطبعا نور وديما عشاق للخواتم بتاعت شي ان لانها حلوة جدا جدا. بصوا بقى ده المايو رقم 2 اللي هو بتاع ديما بقى. مش قادرة اقول لكم خطير قد ايه في اللبس، بجد تحفة. هوريكم برضو صورة المايو هم لابسينه. كمان ده البونيه بتاع المايو كان تحفة جدا. عندكم بقى الفستان القمر ده. بصوا الجمال، بصوا الجمال يا جماعه، والله العظيم يخلي نفسك تتفتح كده على الخلفه وتقولي بقى انا عايزه اخلف بنوته حلوه كده عشان نلبسها القمر ده. وده الشابو بتاعه كان جاي معاه برضو، جميل جمال ملوش مثال، بجد تحفه. تحسوا ان هو فستان سعاد حسني كده في زمانها يعني.
بجد روعة جدا جدا. وطبعا انا ما عنديش حد المقاس ده بس كنت جايباه هدية. بصوا بقى الفستان ده، بصراحة ده الفستان يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش في الاوردر. حسيت ان هو مش قماشته واو، يعني ممكن يتلبس كده يا دوب قوي ان هو يتلبس في البحر يعني. جبت كمان البنطلون ده، طلع خطير، الكارجو طبعا اللي الناس كلها مجنونة بيه الايام دي. قماشته كانت فظيعة جدا وخفيف وحلو قوي. بصوا بقى التيشيرت الجميل التحفة ده، بجد لونه كان مش قادرة اقول لكم حلو قد ايه. كمان الرسومات اللي عليه كانت جميله قوي، لطيفه كده وكيوته. وهرجع معاكم تاني للشنط لان انا جايبه كميه شنط برضو كبيره. بصوا الشنطه دي بقى يعني مش قادره اقول لكم الجمال يا جماعه، والله بجد تحفه. السلسله بتاعه الدراع بتاعها كانت جميله جدا جدا، وهي شنطه لذيذه كده وبجد حلوه قوي. واللون الجولد اللي فيها مش بيغير ولا اي حاجه، لان انا جربتها بقالي كذا شهر بلبسها. وده كان استيك للابل ووتش، وكمان في برضو خواتم تاني حلوين برضو جدا. بس انا بس مش راضيه افتحهم عشان يعني بجد كان هيبقى ارهاق عليا جامد يعني. وده كمان كان كفر للموبايل، ما تعدوش الكفرات يا جماعه. ودي كانت بيجامه مش حجنا بصراحه فما رضيناش نفتحها. وده برضو فستان جبته برضو للبحر، كان خامته ألذ بقى من الفستان الاولاني الاصفر ده، بجد كان حلو وبيتربط كده من ورا، بياخد مقاس الجسم حلو جدا. وده تي شيرت برضو جبته، بجد كان لذيذ جدا وخامته حلوه قوي، القطن بتاعهم بجد جميل. ومعانا بقى العلبه القمر دي، العلبه دي بيتحط فيها الاكسسوارز، مثلا الخواتم، السلاسل، الجزء دوت. وكمان في جزء تاني برضو هوريهولكوا، الجزء ده بيتفتح كده وبيتحط فيه حاجات تانية بجد حلوة وبتاخد حاجات كتير. تعالوا بقى معايا للمايو حجي اللي انا بجد عجبني جدا جدا احتشامه. يعني سيبكوا بقى من اي مايوهات للبنات، انا المايو بتاعي عجبني عشان الرجلين بتاعت البنطلون بتاعته مش ماسكة، يعني نازل على واسع. وكمان المايو من فوق مش مفصل الجسم كده، ومحتشم جدا جدا، وهتشوفوه دلوقتي في الصور لما انا هحطه لكم. بصوا هو كان ساده خالص، ما فيهوش اي حاجه غير بس كم واحد من الكمين في النقشه اللي انتوا هتشوفوها دي، لونها ابيض كده، وكان لذيذ جدا. ودي صورتي وانا لابساه، بجد والله يا جماعه حلو قوي، وكمان مريح كده ومش بيلزق على الجسم خالص. وده بقى المايو بتاع نور، وبجد كان لونه رهيب، احلى كمان من الصور اللي انا يعني شفتها وانا بشتريه. لونه كان جميل قوي قوي. ودي صورة نور ودي ما هم لابسينه طبعا على اليمين وعلى الشمال، واللي في النص صاحبتهم وحبيبتهم. تعالوا لي بقى على الفستان الجميل ده، بجد يا جماعة في ساتين البنات الاطفال الصغيرين، بجد جميلة جدا. الفستان ده كان تحفة. بصوا الالوان هادية ازاي وجميلة، حاجة كده خطيرة وتهدي الأعصاب، بجد الألوان رهيبة. ونرجع تاني للشنط. بص الشنطة دي بقى أنا شفت فيها واحدة صاحبتي حقيقي، لأن هي شبهها جدا، وقلت لازم اجيبها عشان هي ستايلها قوي، فجبتها لها هديه. كانت بجد برضو من الشنط الجميله اللي عجبتني جدا جدا، كخامه من بره ومن جوه، والسلسله بتاعتها الدراع يعني جميل جدا جدا، بجد كانت شيك وحقيقي جميله جدا كخامه وكلون وككل حاجه. مش معقول بقى كل شويه اقول لكم ما تعدوش الكفرات يا جماعه، يعني مش معقول كده. معانا برضو الشنطه دي. بصوا بقى دي شنطتي انا بقى، اتخانقنا عليها انا وبنات حرفيا لانها كانت رهيبه بجد. يعني يا جماعه يعني حقيقي مش عارفه اقول، كل ما بقول لكم على حاجه رهيبه بحس ان انا مبالغه، بس والله الحاجه فعلا كانت جميله جدا. الحمد لله الواحد بقى شاطر قوي في اختيار الحاجات بالسنس كده، بحس انها حلوه من شي ان، لان في حاجات بتبقى مش لقطات. على فكره الشنط في شي ان المفروض انها وحشه، بس احنا اخترنا الشنط الغاليه الحلوه، لان اغلب الشنط اللي في شي ان بجد وحشه، بس انا اختياراتي مش مدمره حياتي الحمد لله، جميله وزي الفل. وده شميز ابيض سيمبل خالص خالص، كنا جايبينه برضو انا ونور، كنا جايبين اتنين زي بعض. ودي كمان سلسله نضاره على شكل فراشه كانت حلوه قوي. ودي شنطة بس مش بتاعتنا، بس برضو فتحناها عنوة يعني عشان نوريها لكم. ودي بقى قبل ما افتحها انا ما كنتش فاهمة ايه ده بالظبط، دي حاجة كده زي الاسفنجة، بفتحها كده بحاول افتحها بشويش، لقيتها الروج بتاع شيجلام، كان محطوط جوه تقريبا عشان يعني ما يبقاش يتكسر او يتفعص كده في وسط الحاجات. وده شوز ابيض كده، بجد كان حلو جدا ومريح جدا لرجلي. ودي برضو سلسلة نضارة، وده برضو شوز لون مختلف خالص ابيض برضو بس برضو احنا بنجيب ب50,000 جنيه شوزات بيضة في السنة. مش عايزة اطول الفيديو اكتر من كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. كنت معاكم زينب زياد.